وكل ما يجي فرصة للموظفين تتعين بيعينوا مثلا اخواتهم وبيعينوا اولادهم وبيعينوا ازواجهم عندنا كلهم بيتعينوا. فما فيش يمكن موظف فيك يسمع لي من اداره النبات الا كل اللي موجودين عندهم متعينين الا العبد لله. اخر حاجه قالوا لي ده انت سنك 43 سنه، انت لسه فاكره تقدمي دلوقتي؟ طب ما انا حضرتك مقدمه من زمان. ده زائد كمان ان انا معايا ورق حكم من القضاء الاداري ان السن مش ملوش اي دعوه بالوظيفه، يعني السن ما يحرمش حد من الوظيفه، ومن حق كل مواطن ان هو يتعين. انا دلوقتي عندي عجز جزء مستديم جايب من الفقره الاولانيه لاخر فقره، ما اقدرش اتحرك. نوم ما بعرفش انام، يعني طول الليل انا لا بقدر انام ولا بقدر اقوم ولا بقدر اقعد اتغدى ولا بقدر اقعد اكل وما بقدرش امشي. يعني حتى ما ببقى ماشي ببقى شايل كرسي معايا بضطر ان انا حضرتك ان انا اقعد عليه. فما فيش ان انا حتى لو حبيت اشتغل ما فيش خلاص ما اقدرش اشتغل. كده هشتغل انسان عنده نزيف في المخ ودماغه دي تعبانه والصداع بيجي فجاه مره واحده. حتى الدكتور قال لي تاخد بالك لان الصداع دون هيجي لك مفاجئ. فعلا انا جالي اكتر من مره وانا ماشي بزوجتي في شارع 30 ببقى بصيت لي ببقى نفسي ماشي وفجاه ببقى يجي لي صداع بسند على اي عربيه بتاع، بس كويس ان انا بسند على العربيه بتكون واقفه. انا مش عارفه اجيب علاج جوزي بقى لي شهرين حضرتك، ده بيتعالج. اخر حاجه جاله نزيف في المخ. طبعا نزيف المخ ده والمخ والاعصاب اصلا ملوش علاج في التامين الصحي. كل الادويه والكشوفات والعلاجات على حسابنا. التامين الصحي ما عمليش اي حاجه غير الاشعه الرنين فقط، لكن كل حاجه على حسابنا. يعني ما فيش اي علاج بيجي من التامين الصحي لان التامين الصحي اساسا ما فيهوش يعني الامكانيات اللي هي تدفع. فبضطر انا اجيب علاج من بره. حضرتك مش عارفين نعيش، مش عارفين ناكل. يعني انا اولادي عاوزين يسيبوا التعليم بسبب ان مش لاقيين مصاريف. 900 جنيه يعيشوا اسره 4 انفار ازاي؟ اولا مصاريف البيت معدومه خالص من الاساس، من الاساس. وانا بقولها لجميع المصريين، بقولها لوزير العدل وبقولها لمدير اداره النبات وبقولها لكل وبقولها لرئيس الجمهوريه، بقول لكل مسؤول في البلد. انا 900 جنيه بتعالج من ده وبتعالج من ده، فين الفلوس اللي انا ممكن اصرف بيها؟ انا كل اللي طالباه مش طالبه عينه، كل اللي طالباه فرصه عمل عشان اقدر اعيش انا واسرتي فقط لا غير. مش متعود ان الميديا لاي مخلوق ناخد تعريف. فكل اللي برجوه من السيد وزير العدل ان الورق قدام حضرته هي التاشيره واحده. لو بص لجميع الطلبات عشان يعينهم هشوف ان الظروف القاسيه بتاعتي انا المفروض انا اول واحد اتعين. ليه؟ لان انا مقدم من اكتر من 13 سنه. احنا ناس فقراء، نفسي حد يهتم بينا، يبص لنا، يسمع صوتنا، يقرا ورقنا ومستنداتنا فقط لا غير. مش طالبه اي حاجه غير فرصه عمل بس. يمكن اكتر من شهرين 3 انا اساسا ما بجيبش علاج، لان لا في فلوس كمان العلاج ولا في فلوس الاكل والشرب بتاع الاولاد. الاولاد عندنا يعني مش قادر اقول لحضرتك ان هم يئسوا. انا من ضمن الناس خلاص يئست خلاص من الحياه. انا حاولت اقابل المحافظ، قالوا لي ان المحافظ ما بيقابلش حد. اخر كلمتين للسيد الوزير، ينظر لينا بنظر اي نظره لوجه بنظره عطف، بنظر ان واحد قضى 39 سنه بما يرضي الله وعاوزه قبل ما اشتر على التاشيره يبعت الاسماعيليه ويسال شوف الراجل ده شكله ايه من الموظفين، من المحامين، من رؤساء النيابه، من المستشارين. ده كان شكله ايه في المجمع. بس نفسي صوتي يوصل للفريق السيسي او لرئيس الجمهوريه او لوزير العدل. انا قالوا لي ورقي في مكتب وزير العدل، نفسي ان هو يمضي لي ورقي عشان اتعين. انا لو اتعينت هقدر احمي اسرتي من حاجات كتير، بس انا مش طالبه اي حاجه غير كده، غير ان انا اتعين بس عشان اساعد اسرتي. صاحبة المشكلة يعني غنية يعني عن التعريف، باين جدا اللي هي المشكلة اللي هي محاصرها من كل مكان هي وأسرتها. مقدمة للتعيين في وزارة العدل مكان جوزها. الزوج زي ما حضراتكم شفتوا ربنا يعافيه إن شاء الله، يعافينا جميعا. نتمنى وزارة العدل تستجيب، يعني المسؤولين في الإسماعيلية برضو يستجيبوا لهذه الأسرة. السيدة بتبحث عن عمل تكفل به العيلة، والمشكلة زي ما قلت لحضراتكم يعني مش محتاجة تعليق، كل حاجة واضحة، عندنا البيانات كاملة. ممكن الاتصال بيها على العنوان اللي طلع على الشاشة، ممكن الاتصال بينا احنا في برنامج صوت الناس هنا تلفزيون القناة الإسماعيلية الشيخ زايد،
وإن شاء الله يعني تجد حل قريب وانفراجة قريبة لهذه الأزمة. معنا المهندس شاكر.